الرسول شم رائحة جميلة منتشرة في السماوات، التفت على جبريل قال: ما هذه الرائحة يا جبريل الجميلة التي تملأ السماء والأرض؟ قال: هذه رائحة ماشطة فرعون وأبنائها. ماشطة فرعون وش قصتها؟ هذه الماشطة بمعنى الكوافيرة اللي كانت تمشط شعر بنت فرعون، وهي كانت مؤمنة بالله وأن موسى نبي، لكن أخفت إسلامها، وتعرف أن فرعون مو بإله ولا شيء، بشر، لكن خايفة فكتمت إيمانها. وهي مرة تمشط بنت فرعون، طاح المشط من يدها، يوم طاح لأن يقولون اللسان مغراف للي في القلب، قالت بسم الله. قالت بنتها: أبوي. بنت فرعون: تقصدين أبوي؟ قالت: لا وش أبوك؟ خلاص أنت بتعلن، لأن الإيمان بدأ يخرج خلاص. قالت: لا، الله ربي ورب أبوك ورب العالمين. قالت: بعلم أبوي. قالت: علميه أخبريه. وذهبت إلى فرعون قالت: يا أبي إن الماشطة تقول بسم الله. فلما سألتها قالت: مو بنت رب العالمين، أنت مو بالله. ويسمع الكلام فرعون قال: جيبوها. من ربك؟ قالت: ربي وربك ورب العالمين هو الله جل في علاه. قال: جيبوا عيالها. كان عندها 4 أطفال، أحدهم رضيع و3 أكبر منه. وقال: أعذبهم. قالت: افعل ما شئت. يقولون فجاب بقرة، هيكل بقرة من نحاس، وأشعلها نارا، وتعرفون نحاس ونار. ثم قال لها: ربي من ربك؟ قالت: ربي وربك الله. قال: اجعلوا الأول في النار. فرموا ولدها الأول في النار، ويصرخ الولد ويصرخ، ثم اختفى صوته مات. الله يلطف بأخواننا المسلمين في كل مكان. ثم الثاني ويصرخ ثم يموت. ثم الثالث، لما جاء الرابع رضيع، جاءوا ياخذون منه وسحبته. قال: لا يا أمه اتركني فإنك على الحق. وقال بعضهم: هذا أحد الذي تكلموا في المهد. ورماه في النار فمات وهي تنظر. ثم تقتل هي قتلت أيضا، وقتلت زوجته، لأن أخبرتها. قال: من أخبرك بهذا؟ قال: علمتني زوجتك آسية التي آمنت، هي التي أخبرتني. وقتل زوجته، وبشر الله زوجة فرعون أنها من أهل الجنة. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. شوفوا كما قلت الجزاء من جنس العمل. ويشم الرسول رائحة، لأنها كانت الماشطة تشم رائحة أبنائهم يحترقون، نار وشواط ورائحة دخان وحريق، فكأن الله يعوضها برائحة في الجنة. وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة، يقولون مر فرأى لحم طيب وجميل، ولحم يعني خلنا نقول بمصطلحنا المعاصر هبر. والتفت وشاف على اليسار أناس واقفون بين لحمين، هذا اللحم الطيب على اليمين، وفي لحم ثاني نتن معفن، ويأكلون من هذا اللحم النتن. فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنات يأكلون اللحم النتن ويتركون اللحم الحلال الطيب. وهذا تشبيه في ترك الحلال في الدنيا والذهاب للحرام. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه رأى أناس آخرين وأفواههم مفتوحة، وتؤخذ كرات من النار، جمر من النار، وتوضع في أفواههم. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وسمعت الجنة تقول: يا رب أين سكاني؟ إني تهيأت لهم، كثر حريري وكثر مائي وكثرت خيراتي، هنيئا والله.